الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي مشاهدين قناة إشراقة الوادي. بكم كانت وما زالت جميلة من أرض 7 فدادين. ال7 فدادين يا جماعة زي ما احنا شايفين، نصهم برسيم حجازي، والبرسيم الحجازي اسمه معمر لأنه بيقعد له 7 سنين في الأرض، والنص التاني رفعناه في الحلقة السابقة اللي هي بتاعت الجرجير. سألنا وقلنا الأرض ديت سبب البياعة بتاعتها ايه؟ مع ان انا شايف الارض بسم الله ما شاء الله جميله يعني. قال لك الراجل صاحب الارض مش فاضلها، وجايب طبعا ناس مأجرين الارض عشان نظرا ان هو عنده ارض تانية وتالتة. يعني ما بتبيعهاش مثلا ان الارض وحشه، رد وقال بص على الزراعة قدامك والزراعة هي اللي بتتكلم. قلنا طيب ممكن يكون مثلا بتباع عشان المية وحشة. قال لك لو ما فيش فيها مية مش هتطلع زراعة. طب مشوارها بعيد، قالوا بينها وبين العمران 2 كيلو. طبعا قرية الكفاح ومن منا يخفى عنه قرية الكفاح بيننا وبينها 2 كيلو. تحوطها طبعا الزراعات من جميع الجوانب. سألنا على نظام ورقها ونظام القانوني بتاعها، قال الأرض استثمار قديم. الآبار أو المية طبعا على جزء آبار أعماق، وديت الحلبة مزروعة فيها حلبة، أرض مطلعة حلبة ومطلعة جرجير وبرسيم مصمة بسم الله ما شاء الله. يبقى الأرض ديت يا جماعة على جزء آبار. طب ليك كم ساعة مية يا عم الحاج؟ قال ليا 7 ساعات في الأسبوع، من كل بير 3.5. يعني ايه من كل بير؟ قال لك الارض على جزء ابار، بير بالطاقة الشمسية لنا نص ساعة في الاسبوع، يعني 3 ساعات ونص. والبير اللي هو بالديزل لنا 3 ساعات ونص، يعني لنا 7 ساعات ونص ديزل وطاقة في الاسبوع. وبسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين الزراعة حاجة تفرح بسم الله ما شاء الله. سألنا على الثمن بتاعها، طبعا نظرا ان هي ارض تمليك هنسمع ارقام خيالية. وطبعا رافعين جنب منها ارض على القناة الكبيرة كنوز الوادي، قبل كده رافعين 20 فدان. اللي فيهم عم الحاج طبعا راجل اللي شغال اهوت، ورافعين 12 فدان اللي على السكة ديت. فداننا هنا يا جماعة ب70,000 جنيه بس، فدان ب70,000. طبعا لا تنسونا باللايك والاشتراك. في الأخير حابين نشكركم على سعة صدركم، واللي عاوز تفاصيل أكتر عن هذه الأرض يتوجه لقناة كنوز الوادي. وإلى اللقاء.